السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما شاهدت في عنوان الفيديو سوف نستمع ماذا قال المحلل المغربي بعد عدم إجراء مباراة اتحاد الجزائر ضد نهضة بركان. بدون إطالة يا شباب، هيا نستمع ماذا قال المحلل المغربي. ما حدث اليوم في بركان ما حدث كان متوقعا، ولا يمكن لأحد اليوم أن يأتي ويقول هناك أشياء جديدة حصلت. لا، كل ما كنا ننتظره حصل، ولكن حينما يحصل هذا الشيء تطرح علامات استفهام كثيرة. حدث ما حدث في مباراة الذهاب، ونهضة بركان تمسك بحقه لأنه يلعب بقميص بثلاثة ألوان مؤتمن من قبل الكاف، والكاف أنصفه بأنه منح له مباراة فوز في مباراة الذهاب على الورق بثلاث أهداف مقابل لا شيء. استأنف اتحاد الجزائر القرار، خسر الاستئناف، أكدت الكاف بأن نتيجة 3-0 هي النتيجة النهائية، ثم جاءوا يوم يفعل ماذا؟ هنا نبدأ بطرح الأسئلة. نهضة بركان هو في ميدانه، في ملعبه، في مدينته، ينتظر أن يلعب مباراة كبيرة، ويقول مع نفسه ربما الفريق الآخر في نهاية المطاف سيشعر بأنه خسر جولة من خلال الوضع القانوني للقميص، الوضع القانوني للمباراة، تقرير الحكم، تقرير مندوب المباراة، وخسر جولة، وربما يطمح في أن يلعب الجولة الثانية في انتظار أن تأتيه الأخبار من المحكمة الرياضية، لأنه هو الذي يريد أن يدخل المحكمة الرياضية، خاصة إذا كنا نعلم بأنه هو مقتنع بأنه على حق. ولكن جاء الفريق وذهب إلى الملعب، ولكن رفض اللعب، انسحب من المباراة. وفي حالة الانسحاب الحكم بالطبع يلون ذلك ويقول بأن الفريق لم يريد إجراء المباراة، وبالتالي يخسر المباراة كما كان الشأن في مباراة الذهاب 3-0. وهذا ستؤكده بالطبع لجنة المسابقات، مسابقات الأندية، غدا ربما أو بعد غد على أبعد تقدير. السؤال مطروح: إذا كان اتحاد الجزائر قد خسر مباراة الذهاب ب3-0 بعد أن صدرت أقمصة نهضة بركان وقالوا نحن لا علاقة لنا بذلك، وقال الاتحاد الجزائري لا علاقة لنا بذلك، وأن هذا أمر بين نهضة بركان والجمارك الجزائرية التي هي مؤسسة حكومية، صدرت قميصا أنه رأت بأنه مخالف لما هو منصوص عليه في اللوائح. خريطة المغرب الكاملة ليس معترف بها في الجزائر ولا يسمح بدخولها. قلنا إذا كان هذا الحكم أنتم بريئون من هذه العملية، سنرى ماذا ستفعلون في المباراة الرئيسية. في المباراة الرئيسية ليس هناك جمارك جزائرية على أرض المملكة المغربية، ليس هناك قمصان مصادرة، إنما الموضوع هو موضوع رفض أن يلعب بركان بذلك القميص. ومن هنا نبدأ بالتساؤلات: لماذا جاء اتحاد الجزائر إلى المغرب وهو يعلم جيدا بأن نهضة بركان سيلعب بالقميص ذاته؟ لماذا؟ هو يعلم جيدا، ورغم ذلك أخذ الطائرة، استأجر الطائرة ووصل واستقبل استقبال أحباء، وذهب إلى المنتجع في الصعيدين، المنتجع الذي لا يحلم به كثيرون في الجزائر، وقضى فترة استجمام وراحة. حقيقة تدرب للمباراة، ولكن جاء ليقضي يومين أو 3 أيام ويعود إلى الجزائر، لأنه قبل أن يأتي إلى المغرب هو كان قد قرر أنه لن يلعب المباراة، ولذلك يبقى التساؤل لماذا جاء؟ وقال هذه فرصة نذهب ونأخذ قسط من الراحة ونرى هذا المغرب الجميل. وحينما تسأل أي جزائري يقول
بلدكم جميل ومرافقكم جميلة، وجودة الفنادق وجودة السياحة ملحوظة منذ أن يطأ الزائر أرض المغرب. إذا جاءوا في الظاهر جاءوا هكذا ليأخذوا وقت الراحة، ولكن في الباطن جاءوا في محاولة لتسجيل موقف. ولكن هنا ممكن أن نتحدث عن أن الافتقاد إلى روح التحليل العميق يدفعك أحيانا لاتخاذ قرارات لا معنى لها. كما استمعنا جميعا ماذا قال المحلل المغربي وغضبه كما شاهدنا في الفيديو عن عدم دخول لاعبي اتحاد العاصمة إلى أرضية الميدان. أكيد موقف اتحاد الجزائر واضح من قميص نهضة بركان، وأنه يجب نزع تلك الخريطة المشبوهة على قمصان نادي نهضة بركان. أكيد ما رفضته الجمارك الجزائرية والدولة الجزائرية في مباراة الذهاب، رفضه كذلك نادي اتحاد العاصمة في مباراة الإياب ورفض الدخول في تلك المباراة. أكيد التاس هي من سوف تحكم الفصل الأخير، من سوف يفوز في هذه المباراة، إما اتحاد الجزائر أو نهضة بركان. الكاف أكيد كما شاهدناه في الأسبوع الماضي كانت مع المغرب وأخرجت لنا قوانين بفوز نهضة بركان على أرضية الميدان ب3 أهداف مقابل لا شيء. ثم استأنف نادي اتحاد العاصمة القرار ورفض مرة أخرى الاتحاد الجزائري بقيادة وليد صادي ونادي اتحاد العاصمة ذهبوا أكيد إلى المحكمة الرياضية التاس للفصل هذا في هذا الموضوع. قوانين الفيفا واضحة، وهي لا يجب وضع رموز سياسية أو دينية أو خرائط أو الكثير من الأشياء لا يجب أن توضع في القمصان، فقط علم البلد ذلك النادي فقط من سوف يضع. أكيد التاس سوف تحكم بإذن الله لاتحاد الجزائر بهذا القرار. إن شاء الله بالتوفيق لاتحاد الجزائر، إن شاء الله التأهل إلى النهائي، إن شاء الله التتويج مرة أخرى بكأس الاتحاد الأفريقي المرة الثانية على التوالي. وأنا شباب نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد. نراكم قريبا والسلام عليكم.